السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا البنات راح نعطيلكم كيفاش تدخلوا الخيط في ماكينة السرجي كتفيل. ان شاء الله تستفادوا ونروحوا ديريكت مع الطريقة. انا راح ندير 3 فيل. عندنا الخيط الاول، هذه الكبة الاولى، نحط الكبة لهنا وتخرج من هنا. من بعد نجيو للماكينة، ندخلوا الخيط في الثقبة هذه. من بعد نجيو للطونسيون، يخرج من الثقبة هذه ويدور من هنا على طونسيون على الجهة هذه، الجهة اليمنى. من بعد نهبطوا من تحت ونخرجوا الخيط من تحت. ومن بعد نجيو للنقطة هذه نخرجوا منها الخيط. من بعد نجيو للثقبة هذه، هاهي. ولازم يكون عندك الكروشي هذا باش تخدمي بيه، كما نقولوا احنا لاقط، واللي تخدمي بيه تدخلي به الخيط. ونجيو للثقبه هذه، الثقبه اللي لتحت، الثقوب اللي لتحت والثقبه على اليسار، اذم اللي يجيو فيهم الخيط، اذم الثقب اللي يجيو فيهم الخيط. تبعوا معايا دوك تفهموا هذه. من بعد ندخل في الثقبه هذه، هذا الخيط الاول، هذا الخيط اللي يجي من تحت. تبعوا الخيط وين يروح دوك تفهموا يا البنات. من بعد كي توصلي للثقبه هذه تحركي من هنا حتى يبعد عليك هذم الحدود هذم، يبعدوا من الطريق باش تبان لك الثقبه الاخيره اللي قبل الابره. شوفوا، حركوا ذراع تاع الماشينه بيدك، مش بالتريسيتي. نحيلها تريسيتي، نحيلها الكورون. ومن بعد شفتوا الثقبه هذه راهي ما تبانش مليح. بعد ما تحركي هذوما تلقيها من هي، تلقيها في جهه مخبيه ما تفيقوش بها. تحلي الماشينه تاعك، تضغطي على هذا يتحللك الباب هذا. من بعد تخرجي ومن بعد تهزي رجل تاع الماشينه هذه، تضغطي من هنا هذا تتهز لك الرجل، تخرجيها باش تقدري تخدمي. هاهي هذه الابره اللي خرجت لنا من هنا، هي اللي راح ندخلوا فيها الخيط، والخيط راح يخش من الجهه اللي من هي. شوفوا يا البنات، هذا الخيط راح يخش في الجهه هذيك اللي من هي تاع الابره. شوفوا كيف يخش، ندخلوه على الجهه اللي من هي، ما تدخلوش في الجهه ذي. سامحوني يا البنات على التصوير، راني نصور بيد ونعطيلكم بيد. شوفي كيف تدخليه من الجهه هذه. من بعد شوفوا، من بعد تسيبي الخيط وتروحي للجهه الاخرى باش تجبديه، باش تجبدي الخيط تاعك. دائما باللاقط هذا، تخدمي باللاقط هذا. نجبدوا الخيط يخرج من الجهه هذه لمن باش نعاودوا نزيدوا ندخلوه في الابره. شوفي تجبديه يخرج من الجهه هذه للجهه الاخرى. هذه هي الابره الاولى راح ندخلوا فيها الخيط الاول. بعد ما خرجنا الخيط، شوفوا كيفاش راح نديروا له يا البنات. شفتوا الابره هذه اللي يخش فيها الخيط تاعنا الاول. هذه الابره هذه الاولى، هذه من هنا تجيبي الخيط تاعك. بعد ما كنتي دخلتيه في الجهه الاخرى تجيبيه من هنا وتدخليه في عين الابره هذه. هذه الابره الاولى، وهذا الخيط الاول هذا وين يجي. تسيبي الخيط، من بعد تروحي للكبه الثانيه، هاهي بلاصتها، وتخرج من العين هذه. من بعد
تجبدي الخيط وتزيدي تدخليه في الثقبة هذه. كل خيط يخش في الثقبة تاعو، ما تخلطوش الثقب تاع الكبب، وتخرجيه منه وتدخليه لهنا في الماكينه في الثقبه هذه راح نروحوا للاطونسيون الثانيه. نجيو للاطونسيون ندخلوه في الجهه اللي منهيه، في الجهه الداخل ويخرج من هنا على برا. في الثقبه هذه دخليه من الداخل ويخرج من هنا على برا، وتدوري كيما خطره الاولى في الجهه اليمين. شوفي الجهه اللي تجيبي عليها، تدوري الخيط تاعك لازم يكون في داخل في لاطونسيون، من بعد تخرجيه على الثقبه التحتانيه هذه. شوفي كيف تخرجيه. تخرجيه تاع التحتانيه من الجهه القدام، تبعثيه من الجهه الخلفيه وتخرجيه من ثم، مش من الجهه الخلفيه وتخرجيه للقدام، بالعكس تاع الثقبه الاولى، تجي الاماميه ومن بعدك الخلفيه. من بعد تجي الثقبه هذه ثانيه، تدخلي الخيط تاعك وتخرجيه من تحت. هنا خرجته من تحت ورحت للثقبة الثانية اللي تكون فوق طريق تاع الخيط الأول. هاي الثقبة الأولى، راح تلقاي لون لاطونسيون نقطة مثلا خضراء، تبعي النقاط الخضر، تلقاي نقطة صفراء تبعي النقاط الصفر مع لاطونسيون. شوفي زدت تعقبي على العين هذه، من بعد في هذه، من بعد تسلي هكا تخرجيها حتى تبان لك الثقبه الاخيره. هاهي وين الاخيره، راهي ما تبانش يا البنات، راهي ما تبانش حتى تركزي مليح باش تشوفيها. هاهي وين دخلي فيها الخيط من الجهه هذه وتخرجيه من هي. سامحوني على اللغه تاعي وسامحوني على اللهجه تاعي، ما نعرف تعرفوا على تفهموا عليها ولا ما تفهموش. الصوره توضح كلش يا البنات. تخرجيه منها ومن بعد الابره الثالثه نروحوا للابره الثانيه. هنا راهي الابره الثانيه، شوفوا وين جايه الابره الثانيه يا البنات. شفتوا الثقبه هذه، شوفوا احكموا الخيط تاعكم بالطريقه هذه باللقاط، ومن بعد تدخليه في الثقبه هذه تاع الابره الثانيه، راهي تجي جست مع الابره الاولى. شوفوا الجهه هذه تخرجيه بالطريقه هذه، تجي من اللورة وتخرجيه من القدام. وكاينه واحد الطريق في الابره فتبعيها، تبعي الطريق هذيك، كاينه جايه شويه طريق، هاهي تخرجي عليه تلقي طريق وتمشي عليه الخيط، ومن بعد تدخليها للابره للثانيه. هاي الثقبه تاعها، ونخرجوها على الجهه هذه ورا الابره الاولى، ورا الابره تاع الخياطه. هاهي يخرجوا زوز خيوط من هنا، ها هما، هاني خرجت هنا زوز خيوط. هنا راح ندير لكم ابره واحده، ما ندير لكمش زوز اباري، راح نخيط بابره واحده، واللي تحب تخيط بزوز اباري تخيط بزوز اباري. عندنا الابره هذه راح نحاها الجهه هذه تاع الابره، راح نحيها، راح ندير بابره واحده. نخرج من هنا، واللي تحب تخيط بزوز اباري كاينه ابره تخيط الخياطه في الوسط، وكاينه ابره تخيط في الخياطه لتحت. انا راح نحكم الخياطه تاع لتحت ونحي الوسط، نفس الطريقه اللي درناها مع الاولى. نخلي اطونسيون ما نديرهاش وندير في لاطونسيون الاخرى. هاهي لاطونسيون هذه الثالثه ما نديرش فيها، ندير في لاطونسيون الاخرى هذه، ونخرج الخيط بالطريقه اللي كنا خرجنا به الخيط من المره الاولى، ونعقبوه على هذه الجهه. هاهي تجي هنا بونجه صغيره، من بعد كاينه ثقبه لهنا، كاينه ثقبه من الفوق، ها هي، وكاينه ثقبه تحت. حنا نديرو على الثقبه الاولى، هذه تاع الابره الاولى،
ونزيدو نخرجوها على الخطاف هذا، وكاين واحد الخطاف كروشي خرجوها عليه، نعقبوها عليه. من بعد تخرجيها على الثقبه الثانيه. هاي كاينه واحده الثقبه لهنا حتى هي، ها هي. ان شاء الله تفهموا الفيديو، ان شاء الله تفهموني حتى في هدرتي. من بعد كي تخرجيه من هنا، هذه هي الخيط تاع الابره، تاع الخيط الابره الاولى. راح نخيط بابره واحده، مش راح نخيط بزوز اباري. من بعد تدخليه لهنا، كاينه هنايا زوز نقاط، تدخليه في النقطه اللي تكون على جنب. لكن درتي الابره من هنا على الجهه هذه دخليه مع الجهه هذه، لكن درتي الابره في الجهه هذه دخليه على الجهه هذه. تبعي الابره ونجي هنا في المنطقه هذه فقط، تخرجيه من هنا. ومن بعد تعقبيه على هذه البلاصه هذه. هي كاينه واحده كيما لا طونسيون جايه لهنا، وتحكمي تعقبيه على الجهه هذه. ومن بعد تديه للابره تدخليه من الامام حتى تديه للخلف. شوف على الجهه هذه مقابله، هي اللي يخش منها الخيط حتى يخرج من هي. شوف ولازم كل خدمتك تكون باللاقطه ذيا، سينو ما تقدريش تخدمي بيديك، راهو يجي مع الماشينه تاع سورجي. ها هي بعد ما دخلت الخيط في الابره، ها هي وتثبتي بالابره تاعك لازم تكون في الاتجاه صحيح. ولا كان حبيتي تحطي ابره اخرى، كاينه البلاصه هذه تحلي هذا الواحد البولون. من بعد تركبي الابره الثانيه. ها هي وين جيت طريق الابره الثانيه، هاي النقطه هذه والنقطه التحتانيه هذه. من بعد يقعد لهنا، ومن بعد تجي في لاطونسيو هذه حتى لهنا. ومن بعد تجي هذا المكان تاعها، ومن بعد تجي لهنا وتروح للبلاصه الفارغه، من هنا حتى للبلاصه الفارغه. ها هي هذه الابره الثانيه، هذه تجي الخياطه تاعها في الوسط. انا نحيت هذوما تاع الاباري وهذوما تاع الخياطه تاع سورجي. انا خليت هذه ما درتهاش، خياطه تاع النص ما درتهاش انا. واللي تحب ديرها بس تركب زوز اباري. والجهه هذه ها هو عقبنا الخيط التحتاني، ها هم العيون تاعو. من بعد يعدي على هذيا. من بعد يجي في الابره الاولى تحركي دائما، تحركي بيديك باش يبانوا لك الاماكن تاع الثقب. من بعد يعقب على الخطاف. شوفوا نعاود لكم الخيط الاول ها هو يمر، ها هي وتجي في العين هذه. من بعد يعقب في لاطونسيو الاولى، يعقب من هنا ويعقب دائما اتجاه واحد في لاطونسيون. من بعد من هنا يخرج من هنا. من بعد تجي في العين الاولى هذه التحتانيه ويعقب في العين مقابلتها. من بعد في العين هذه، من بعد في هذه، من بعد في هذه. من بعد يجي في الابره يعقب من هي عقبي الخيط في الجهه الاخرى. حركي دائما، تحركي بيديك باش يبانوا لك الاماكن. ها هي هذا الخطاف دخلي الخيط من الجهه هذه ويخرج من الجهه هذه. من بعد تعقبي الخيط تخرجيه منه وتخرجيه على عين الابره الاولى. ها هي ومن بعد تخرجيه باش تخيطي به الثانيه. هذه هي الكبه الثانيه، نعقبوا هاي بلاصتها، هاي العين الثانيه. من بعد يعقب في العين هذه، من بعد في هذه يعقب على طونسيو ثانيه. ها هي نفس الاتجاه هنا، من بعد لهنا، من بعد هنا. ها هي ومن بعد هذه دائما النقاط اللي مقابله بعضهم يدخل فيه. ها هو تجيبي النقطه هذه والنقطه الاخرى مقابله، هذه مدرجه راهي ما تبانش في حتى تحركي مع الماشينه، حتى تحركاها باش تبان. هذيك راهي مدرجه خلاص. هنا يخرج الابره الثالثه، ها يخرج الخيط. من بعد نروحوا للابره الخياطه، هذه امان المكان تاعها الابره الخياطه، هذه الابره الخياطه. ها هي من بعد هذه هنا خليناها تاع هذيك. ومن بعد تحكمي هذه دخلي فيها هاي لا طونسيو الاخرى الاخيره. يخرج من هنا يعقب على هذه، يعقب على هذه الثقبه الاولى فوقانيه، ويعدي على الخطاف يعقب على الثقبه الثانيه. الى غابت لكم البنات تبعوا الالوان فقط. ويعقب من هنا. من بعد يجي للابره،
ها هي هذا المكان لازم يعقب عليه حتى هو يعقب من هنا. بعدك يجي في الابره الاولى. ها هي تجيبي الخيوط الكل تخرجيهم في مكان واحد. ها هي لازم الخيوط ما يجيوش معكرشين من هنا. ها خرجوهم فوق نهزوهم. ها ونقفلوا من بعد نقفلوا الماشينه. ها هي ها شوفوا عندنا 3 اباري تولهوا معايا مليح. عندنا 2 اباري لداخل وعندنا ابره تاع الخياطه من الفوق. اذا ما زدتش الابره الثانيه هنا عندنا 2 اباري لداخل و2 اباري لبرا. هذه تاع ماشينه تاع كاتفيل. هكا تغلقاها. وإلا جاتكم الخياطه ما عرفتوش تريقلوها يا البنات رخفي في لاطونسيون كاملين. رخفيهم خلاه رخفيهم رخفي حتى تشوفيهم كل مرخوفين. من بعد احكمي جربي في طبه في نتشه تاع قماش جربي فيها. شوفوا الخياطه راهي ماهيش مريقله يا البنات. كان جاتكم الخياطه زيما هكا راهي ماشي مريقله. رخفي من بعد زيريهم بالوحده وزيدي عاودي تستي زيدي خيطي. جربي في نتشه قماش وشوفي بشويه حتى تتعدل. ما زالت ما تعدلتش يا البنات. شوفوا تزيدي زايري 3 لاطونسيون 3 وزيدي عاودي خيطي حتى تتريقل الغرزه تتريقل معاك وتشوفيها في بلاصتها. شوفوا راهي ما زالت الخياطه ماهيش مقدوده. شوفوا تزيدي تحكمي تزايري في 3. انا الخياطه تاع النص راني نحيتها الابره الثانيه. تجي خياطه في نص سرجي تاعكم. انا نحيتها الخياطه الوسطانيه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. من بعد تقعدي تجربي كيما هكا حتى تشوفها تقدت الخياطه تاعك. هاي بدات تقد يا البنات. شوف زيري لاطونسيون في 3. من بعد كي تشوفها تعدلت خيطي. شوفوا يا البنات. ها شوف هاي تقدت يا البنات. شوف ان شاء الله تكونوا فهمتوني وان شاء الله تستفادوا من الفيديو هذا. وما تنساوش تدعموني بتعليقاتكم. وسلام البنات.